المغرب اليوم توجه الى تصنيع كامل يعني بالنسبه لشركه رونو، يعني بالمنتج رونو. اليوم لو نتحدث المغرب ماذا يتوفر عند المغرب ولا يتوفر عند الجزائر، خصيصا وان الرقعه الجغرافيه للجزائر مساحتها كبيرة جدا، يعني نسبة الإدماج في المغرب يعني مرتفع جدا. في الجزائر مثل ما تحدثت الآن قريب منعدم. ماذا يتوفر في المغرب الشقيق ولا يتوفر في الجزائر؟ صناعة سيارات رانا نشوفوا عندنا جيراننا رانا متوخرين. جيراننا راهم يصدروا 350 ألف سيارة يا جماعة، وين رانا رايحين؟ نحن بكل مؤسسات التركيب في 2018 لحقنا 180 ألف، هم عندهم نوع سياره واحده يصدروا ب 350 ألف، ودفتر الشروط يتحدث عن 500 ألف سياره سنويا. ورا مازال رانا بعاد 500 و600 مليون. فين غادي؟ فين هو غادي؟ غادي في الخسران حمادي. الجزائر كانت رايحه تكون باب كبيره لتصدير السيارات في افريقيا. رانا نشوفوا دوله من دول الجوار احتفلت منذ سنه او سنتين يعني كاقصى تقدير بمليونيه تصنيع السيارة، وإحنا هنا في الجزائر أقل ما يقال أصبحت السيارة حلم كل جزائري، ربما مش من سيارة أخي فاضل يشريها ب 2 مليون دينار جزائري اليوم، غدوة تسمع عليه في حوادث المرور مجرد انزلاق بسيط لأنها ما عندهاش أنظمة السلامة والأمان. تصور باللي الجزائر راهي تجيب اكثر من 60 مليار دولار، وراهي الاكسبورت واحد 800 مليون دولار فقط. نعم. بينما المغرب راهي تصدر حوالي 23 ولا 24 مليار دولار. إلى موضوع آخر الآن، حيث دخلت كل من مؤسسة بيجو ورونو في قلب صراع جزائري مغربي على استقطاب الاستثمارات. معطيات تقابلها ازدواجية في الخطاب لدى ساسة باريس، فالمصانع تنجز بالمغرب والوعود في الجزائر. ناخذ مثال، لماذا مجال الاسمنت المغرب يصدر لكل افريقيا والجزائر تستورد الاسمنت؟ هذا الاسمنت منتوج استراتيجي وما لازمش يدخل فيه القطاع الخاص. خلاص نيت محنا وليدي. فوضى كبيرة في مجال وميدان العمران في السكن، نتمنى أن تتحسن أحوالنا لاحقا. في المغرب في المروك لي فيلا لا فاساد كاع كيف داخل بدل داخل دير اللي حبيت. وبالنسبة لتشغيل الناس، هل تعلم بأن المغرب الشقيق يزرع 5 ملايين هكتار سنويا ومساحته أقل من مساحة الجزائر ب6 مرات؟ دخلنا عليك والله ما فرازك وما قلتها لي دابا وشو الوقت كيدير؟ روح قارن الرباط بالجزائر العاصمة، كاش مقارنة. نزيد لك، روح لجوجل طابي العيون، شوف مدينة العيون كيفاش دايرة، اللي راكم ندخلوا عليها مدينة محتلة، هذا على الاحتلال. شوف كيفاش دايرة، وطابي حاسم سعود اللي تعيش في الجزائر، شوف حاسم سعود كيفاش الحالة اللي راهي فيها. حاولي كان ديالنا ندخل روحي ننتقلها، روح شوف وجدة كيفاش دايرة. لو غدا تفتح الحدود والجزائريين يدخلوا بسياراتهم الوجده ويشوفوا وجده كيفاش دايره ويشوفوا مغنيه كيفاش دايره، يجي الحراك يولي دوبل. لان شوفوا قال وين راحوا دراهمنا، كيفاش هذو ما عندهم لا بترول لا والو، كاش داروا لها. روح شوف السعيديه كيفاش دايره، روح شوف الناظور كيفاش دايره، روح شوف طنجه. عودي خليني ساكت، ما كاين زهر شاي ما كاينش بويتيش. Au Maroc, le gouvernement marocain, il a commencé à penser à la vaccination depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, le Maroc il est entré en contact avec les Chinois de Sinopharm, l'un des 3 groupes chinois avec lesquels la Chine est en train de travailler pour créer ses propres vaccins. يعني في شركة الاتصالات راها دارت فيبر اوبتيك من الشمال افريقيا حتى للسنغال. حنا رانا مازال عندنا مشكل يعني في الفيبر اوبتيك غير هنايا. ياكس
تكنولوجية جديدة دخلت عالمنا، حيث بإمكاننا التواصل مع الشبكة العنكبوتية بواسطة هذا المفتاح المعلوماتي، لأن الناظر لهذه التقنية ببلادنا يكتشف جليا أنها لم ترتقي بعد إلى مصاف الدول الكبرى وحتى المجاورة، ويلمس كذلك التخلف التكنولوجي الذي تقبع فيه الجزائر في قطاع التكنولوجيا والاتصال، وهو ما يظهر تحديدا على الشريط الحدودي الغربي للجزائر، إذ أن شبكة اتصالات البلد المجاور اقتحمت حدودنا ونافست منتوج المتعامل العمومي والخواص إلى درجة أنها اضمحلت أمام قوة تدفق شبكة الاتصال المغربية عامة ومفتاح الانترنت إنوي الذي يباع بنصف ثمن المنتوج المحلي. وبالنسبة للمفاتيح الانترنت نفضل انا المفاتيح تاع الجار المغرب اللي هي مثلا انوي، لا بليبار نستعملوا حنا انوي هنا في المنطقة الحدودية. اولا التكاليف تاعها نوعا ما منخفضة على التكاليف تاع المفاتيح الجزائرية، وكذلك فيها امتيازات احسن من المفاتيح الجزائريه. احنا رانا زعما محرومين من هذه القضيه. كما انا نتحدث على روحي، انا نتكلم بالانوي تاع المغرب، انا نتحدث مع ذوينا في الخارج الانوي تاع المغرب. نطلبوا من السلطات المعنيه انها تشوف الاوضاع نتاعنا هنا بما يخص شبكه الانترنت. الشمس العشيه امهله تهب بالله رفقا. هل الجالية لديها مردودية اقتصادية لبلادها الجزائر؟ هل الجالية الجزائرية تلعب دور في يعني تعزيز وتعميق العلاقات الفرنسية الجزائرية؟ أنا أعتقد أن الجالية الجزائرية ما زالت بعيدة كل البعد على أن تكون يعني من بين الدوافع ربط وقوة العلاقات الفرنسية الجزائرية. باختصار شديد، مؤشر واحد فقط، التحويلات المالية. تأخذ على دراسة البنك العالمي في أحد السنوات يقول أن المغاربة يعني حوالي 7 إلى 8 ملايير، المصريين 19 مليار، ومعي الدكتور مختص يعني حوالي التحويلات الجزائرية 2 مليار فقط. يعني أقل جالية تحول أموالها إلى دولها هي الجالية الجزائرية. دير في مستواك. انا ما بقاش راجل كوليس، خص اللي غيطل منا مع البوليس. المغرب شريك اقتصادي، وقالها الملك المغربي السعودي الان، شريك اقتصادي وشريك سياسي وشريك استراتيجي، وللاسف وهذا ما اوضح بما لا يدع اي مجال للشك موقف السعوديه وتوابعها من دول الخليج، شريك عسكري وامني. لا ننسى كذلك اليوم هناك جارنا المغرب في ميناء طنجة، حتى هو خلق أو أنشئ بخلفية سياسية، ولكن اليوم من واجبي أن ننظر له بنظرة اقتصادية. أنا اليوم ما ننظرش له بنظرة اليوم فيه ميناء، وكذلك من الموانئ ربما تصنيفه من الموانئ العالمية اللي موجود في طنجة. لماذا وجد اليوم هذا الميناء في الشقيقة المغرب؟ يبقى السؤال مطروح. المغرب دايرين تي جي في، دايرين ان بور ترونسماد هذاك قد بالحملاويه بن عمي. حنا لي بور تاعنا يسيروا فيهم الاماراتيين. الله يرحم الوالدين. بلد يفتخر يكون عنده ملعب بحال هذا الشيء. حنا في الجزائر للاسف مازال ما عندناش على الاقل ملعب واحد بهذا المستوى، ما عندناش.